يخليك يا حبيبي، مبروك لكل القايمه اللي نجحت، وهارد لك وحظ احسن للناس اللي ما وفقتش طبعا، خصوصا زميلنا يعني واخونا وائل جمعه طبعا. وان شاء الله التوفيق في المرحله الجايه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن وليد، طمنا على نادي الاتحاد، يعني حاله من يعني اعتقد التفاؤل بالموسم الجديد، صفقات مهمه، اسامي كبيره. الاتحاد يعني فنش الموسم الماضي زي ما بيقول كده باللغه، فنش يعني ان هو انهى الموسم الماضي بشكل كويس مع مدير فني قوي كابتن مختار. طمنا على نادي الاتحاد يا كابتن وليد. والله الحمد لله الامور كلها بخير. الصفقات زي ما حضرتك قلت الحمد لله مجلس الاداره كان موفق في استخدام مجموعه من الصفقات بلغه الكره الثقيله في الكوره. كلهم لعيبه عندهم خبره ولعيبه منتخبات ولعيبه مميزه جدا. نتمنى بس ربنا يبارك لنا بقى ان شاء الله فيهم ويقدموا المستوى اللي احنا عارفينه عنهم. يعني اتمنى. طب قول لنا كده برضه يا كابتن وليد، يعني مع بعض نفتكر الاسامي اللي جت او الصفقات اللي جت لنادي الاتحاد السكندري كام؟ ممكن ناخدها من تحت لفوق يعني. تمام. جبنا محمد عطوه مدافع مصر المقاصه، ومصطفى كالوشا الباك ليفت بتاع المحله. وبعد كده نور السيد طبعا نجم نادي انبي، خالد الغندور من اتحاد الشرطه، حسين خالد ده ولد مواليد 96 يعني ان شاء الله باذن الله هتسمع عن مفاجاه، لان هو اصلا احد ناشئين النادي الاهلي وبعدين راح النادي الزمالك، تالق بشكل ملفت اللي هو مسمينه الحاوي. لعيب كويس قوي يعني ان شاء الله. اسمه يا كابتن وليد؟ حسين خالد. حسين خالد ده كان في قائمه نادي الزمالك، وطبعا نادي الزمالك قائمه كبيره قوي، فنادي الزمالك اضطر يعني يستغنى عنه، لكن هو معانا ان شاء الله باذن الله. ده اعاره ولا نهائي؟ ده بيع نهائي واخدينه 4 سنين. وهو حاوي فعلا يا كابتن وليد؟ يعني ربنا يسهل كده، هتشوف حاجه كده من ريحتك ان شاء الله. لا يا اخي، يعني انت حاجه، ما هو زيك انت كمان، ما انت نفس الريحه. يعني عايز اقول لك لعيب كويس قوي قوي. لا والله بنفسه حاجه انت هتبقى مبسوط وانت بتتفرج. يعني انتوا شايفين ان هو هيبقى ليه مستقبل كبير يعني؟ جدا، لو هو خد باله من نفسه هيبقى حاجه كويسه قوي. الولد اللي هو جاب جونين اللي هو في دوره الامارات، كان بيلعب مع الزمالك. مع الزمالك، ايوه جاب جونين في الاهلي. ولد مميز جدا ولسه صغير ولعيب كوره كويس قوي. يا رب ان شاء الله يهتم بنفسه، بس ان شاء الله يبقى حاجه كويسه. وجبنا محمد اسامه نجم النادي المصري، برضه لعيب كويس قوي. جبنا كابتن حازم امام طبعا كابتن نادي الزمالك. وخالد قمر طبعا نجم نادي الزمالك برضه. محمد سالم برضه. الثلاثه دول اعاره من نادي الزمالك. يعني انت عندك الناحيه اللي قدام جامده جدا دلوقتي، مهاجمين. والله كنا نتمنى. معانا كمان احمد الشيخ برضه احد الاسباب الرئيسيه في صعود طنطا للممتاز. لعيب كويس قوي برضه، بيلعب حر تحت الفراوده. دي الصفقات اللي احنا عملناها. كنا نتمنى في صفقه صامويل نيلند، ده طبعا نجم كبير، ونجم يونيون دوالا اللي لعب ضد نادي الزمالك، حتى يعني ادى شيكابالا كوبري شهير، لكن للاسف بعد ما تعاقدنا معاه طلع عنده ايدز يعني تحليل طلع ايجابي. يا ساتر يا رب. فاضطرينا نستغنى عنه. ده كان بالنسبه لنا يبقى لعيب مهم جدا، لان اللعيب نزل معانا تمرينه واحده يا كابتن حازم، حاجه هايله. لا والله، بس هو اوعى يكون خبط في حد ولا حاجه ولا عمل حاجه. لا ربنا يستر. لا الحمد لله يعني. طب ده يعني انتوا كده بقى كابتن وليد، ممكن يعني هدفكم مربع بقى والحاجات دي، متهيألي اعتقد بالاسامي دي كلها بالفرقه دي كلها. والله ان شاء الله يعني ربنا يسهل، بس احنا لغايه دلوقتي ما فيش ولا افريقي، فلو ربنا كرمنا في الوقت اللي فاضل الاسبوع ده قدرنا نجيب حتى 2 من العيار الثقيل، يعني بنتكلم مع 2 تقال قوي في الدوري التونسي، ان شاء الله لو ربنا كرمنا بيهم يعني تبقى الفريق كده المراكز كلها مكتمله بنسبه كبيره. بس حتى لو ما فيش افريقيا، يعني قصدي الفرقه بقت تقيله برضه يا كابتن وليد، يعني أكيد. اسامي كبيره ولاعيبه كويسه في كل المواقع والمراكز، فبالتالي يعني ان شاء الله مع مدير فني واداره قويه زي اللي موجوده حاليا في نادي الاتحاد ان شاء الله توصلوا، يعني مفيش حاجه صعبه يعني. ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله كابتن وليد، بشكرك يا فندم شكرا جزيلا كابتن وليد صلاح الدين نجمنا الكبير طبعا، والمدير الكره بنادي الاتحاد، وموسم
مهم بالنسبه لنادي الاتحاد، وبالاسامي دي وبالاداره الموجوده ان كان فنيه او اداره اللي موجوده على مستوى اداره النادي، اعتقد نادي الاتحاد ممكن ينافس السنه دي على المربع بشكل كبير جدا جدا. اسامي كلها اعتقد هتعمل طفره ونقله كبيره لنادي الاتحاد مع حاله الاستقرار الفني اللي موجوده فيه. طيب